السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة وصفة سهلة ومميزة جدا، والقاسم المشترك إن العجينة بتاعتها ممكن تستخدميها في تحضير أنواع كتير من المعجنات. وصفتنا هي فطاير مخبوزة في الفرن، تنفع للفطار الصبح واللانش بوكس وتنفع كمان للعشاء. تابعوا الفيديو للآخر، ما تنسوش اللايك، ولو بتشوفوا الفيديو من خلال صفحتي على فيسبوك ما تنسوش اللايك والشير. ويلا بينا نبدأ ونقول المقادير والطريقة. أول حاجة عندي نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، عندي كمان كوباية حليب دافي، وربع كوباية زيت، ونص كوباية من المية الدافية، وعندي كمان أقل من نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة زعتر ممكن تستغنوا عنها لو مش حابينها، وعندي معلقة كبيرة سكر، ومن معلقة لمعلقة وربع خميرة فورية. عندي كمان بيضة فاصلة الصفار عن البياض، هركن الصفار دلوقتي على جنب عشان مش هستخدمه. وهتلاقوا كل المقادير في صندوق الوصف. أول حاجة هبدأ أعملها، هضيف المواد السائلة على بعض، اللبن والزيت وبياض البيضة، وهبدأ أضيف عليهم السكر والخميرة والزعتر. هقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس، وبعد كده هبدأ أنخل عليهم الدقيق والملح. هبدأ أنخل الدقيق شوية بشوية. تمام كده، وهبدأ أعجن بقى بإيدي، وهزود المية شوية بشوية لغاية لما أوصل لقوام عجينة أملس وناعم وطري. طبعا مش هقدر ألزمك بكمية أو مقدار مية معين، بما إن أنواع الدقيق بتختلف. أهم حاجة إن المية تكون دافية علشان تسهل عليكي العجن. هلم العجينة بالشكل ده، وهاخدها بقى قدامي على الرخامة وأفضل أعجن فيها حوالي 10 دقايق. حطيت رشة دقيق، وهبدأ أعجن فيها بالشكل ده. تمام كده، شايفين شكل العجينة وقوامها عامل ازاي؟ في بول عندي بقى هدهنها شوية زيت صغيرين، هحط فيها العجينة، ودهنت العجينة نفسها بشوية زيت، وهسيبها تختمر لمدة نص ساعة تقريبا في مكان دافي، لغاية لما حجمها يتضاعف زي ما هتشوفوها دلوقتي. وعلى العجينة ما تختمر هبدأ بقى أعمل صلصة البيتزا. عندي هنا طماطم وتوم هضربهم مع بعض في الخلاط. ممكن طبعا تعملوا كمية زيادة وتشيلوها عندكم في الفريزر لحين ما تستخدموها. رفعتهم على النار، وهضيف لهم معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، ورشة من السكر، ملح وفلفل، وهضيف كمان ريحان مجفف، وتوم وبصل بودرة. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، وهسيبها تتسبك وتتقل. في الاخر كده حطيت معلقتين من الزيت. تمام كده. هاجي بقى هنا لصفار البيضة. دول عندي هنا صفارين لان انا ضعفت الكمية، انا اديتك مقدار نص كيلو بس. هضيف ليهم بس معلقة صغيرة من الخل علشان الزفارة، وهقلبهم واركنهم على جنب. وبالنسبة لحشوة الفطائر عندي جبنة موتزاريلا وجبنة متشللة، زيتون مخلي، عندي صلصة البيتزا اللي عملناها، وعندي كمان لانشون وسلامي وجبنة رومي مفرومة وفلفل ألوان. وتقدري طبعا تبدلي وتغيري في الحشوة زي ما انت عايزة. أنا هنا ضفت الجبنة المشللة على الموتزاريلا وقلبتهم مع بعض. هرجع بقى تاني للعجينة بعد ما اختمرت، هبدأ أفضي منها الهواء زي ما انتم شايفين وأعجنها بالشكل ده. هاخدها بقى قدامي على الرخامة وهبدأ أقطعها. زي ما انتم شايفين قطعتها لأربع تربع، كل ربع هقطعه لأربعة، يعني قطعتها ل16 قطعة تقريبا. يعني نص كيلو عمل معايا 16 فطيرة أو 16 ميني بيتزا زي ما تسموها. هاخد بقى كل قطعة وهبدأ أكورها بالشكل ده، وبعد ما أكورهم كلهم هبدأ أبططهم زي ما انتم شايفين كده. في صينية عندي تكون مدهونة دهنة زيت خفيفة، ورشة من سميد البسبوسة، طبعا بدون سكر، حطاه كده في أرضية الصينية. هبدأ أبطط كور العجين وارصهم في الصينية زي ما انتم شايفين كده. بعد ما خلصت الصينية هغطيها بكيس بلاستيك علشان وشها ما ينشفش. تمام كده. وهبدأ من أول صينية أنا عملتها، وبقعدة كوباية عملت كده حفرة في وسط الصينية، وهدهن الأطراف كده بصفار البيضة.
وشوية من صلصة البيتزا اللي عملناها مع بعض، هفردها بالشكل ده، ورشة من الجبنة الرومي، شوية فلفل، زيتون، جبنة موتزاريلا. طبعا زي ما قلنا تقدري تغيري وتبدلي في الحشوة زي ما انت عاوزة. وفي الاخر حطيت قطعة من السلامي او اللانشون، وعلى الاطراف كده رشيت شوية من السمسم. طبعا ممكن تحطي شوية حبة بركة او شوية من الزعتر السوري، خصوصا مع الجبن هتبقى خطيرة. تمام كده. بدخل بقى الصينية عندي فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180، مش هسيبها تختمر تاني ولا حاجة. اول ما تاخد لون حلو من تحت ببدأ اشغل عليها الشواية علشان تاخد لون حلو كمان من فوق والجبنة تسيح. انا مشغلة الفرن هنا من تحت ومن فوق. ده شكلها اهو اول ما طلعت من الفرن، طرية وخطيرة وريحتها قلبة الدنيا وفي منتهى الجمال. اعتمدوا العجينة دي عندكم، عجينة ناجحة جدا وتصلح لكتير من المعجنات. شايفين الجمال؟ بتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في دعوة حلوة. اشوفكم على خير، وكنت معاكم شيماء الحلواني. مع السلامة.